في ناس كتير جدا بتحصر البخل ان الراجل يكون معاه فلوس بس ما يجيبش مثلا هديه لمراته، ما يصرفش على بيته، ما يصرفش على اولاده، ما يجيبش هديه لمامته في عيد الام، ما يجيبش، ما يعملش الواجب بمعنى اصح، دايما منفض للحاجات دي كلها. بس في بخل اصعب من البخل ده كله، هو بخل في المشاعر، ان انا اكون قادره ان انا ادي حب وادي مشاعر واحتواء للي قدامي واكثر ان انا اديهوله على اساس ان هو كده هيتمرع عليا، كده انا اديته اكتر من حجمه. يعني مثلا انتوا يا جماعه تقدروا تستحملوا انهي بخل فيهم اكتر ولا؟ والله هما أنا الاثنين ما الاتنين يستحملوش. بالنسبة لي لا، ما ينفعوش. طيب لا بخل مشاعر ولا بخل فلوس، بس لان انا الاتنين الانسان بيبقى محتاجهم، اي واحدة بتبقى محتاجة الاتنين عشان توازن الكفتين معاها. بس ايهم اصعب يعني؟ الاثنين ما ينفعش هما تستحمليهم الاتنين يعني. مكملين عشان ما هو لو بخيل في مشاعره انت مش هتحسي ان هو بيحبك، فايه اللي هيخليكي تكملي مع حد مش حاسه ان هو ولو بيحبك؟ بخيل في فلوسه مش هيقدر يوفر احتياجاته. اه في بيبقى بخيل في فلوسه بس خدي كل المشاعر اللي في الدنيا، اه وفي ده بصي ايه، انا هديكي كل الفلوس اللي انت عايزاها بس انزلي من على وداني وما تطلبيش الاهتمام ولا تطلبي خروج ولا تطلبي ولا تطلبي ولا تطلبي. أنا اللي هو بشوف انا بتعامل معاكي انا بنكي بس. الاتنين بيودوا لنفس الطريق. هما يعني الاثنين حاجة تزيد عن حاجة، ان هو ماشي مش هيدي فلوس وكل حاجة وهيدي مشاعر، هي هتوصل ان هي هتزهق من كتر المشاعر. في نفس الوقت ان هو مش هيدي الاتنين، ده صعب. او بيوعد بحاجات وبيقول لها كلام حلو كتير وما بينفذش اللي هو بيقوله ده. فالنهايه البخل واحد في كلا الحالتين. سواء بخل مشاعر او بخل فلوس، الاتنين الانسان بيبقى محتاجهم في حياته عشان الدنيا تمشي. ما تحاولوش فبلاش تبقوا بخلة يعني. اي يعني لو في حد هنقول مثلا حريص بلاش بخيل، حاول ان انت ايه تها شويه على الناس اصلا اللي الكلمه معاك الطيبه صدقه، بالك بقى مع مراتك او حبيبتك، فدي حاجه عظيمه او يعني. ولادك. في اطفال بيبقى عندهم عقد نفسيه، احنا مطلوب مننا في المدرسه كذا بس بابا مش عايز. هي طب نقطة بابا والله حلوة تطرقتي ليها، ان هو يبقى كمان بخيل مش بس مع مراته او أولاده. خطيبته، لا مع اولاده كمان، يعني ده مشكلة اكبر. بابا في تمرين في حفله في مدرسه محتاجك جنبي. لا يا حبيبي، إيه انت عايزين فلوس قد ايه؟ طب خد وخلاص. هو مش بتعامل كانه ناسي. اي تي ام بس. هو ناسي ان انا اخد ابني في حضني، ان انا اهتم بيه، ان الدعم النفسي ده اهم بكتير جدا من الفلوس. مظبوط. فيا ريت يعني ناخد بالنا من النقطه دي ونحاول نطبطب على بعض، ان احنا نهتم ببعض.